السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هتقولوا ايه بقى حكايتك يا ام يوسف في الفراخ المشوية؟ كل شوية تنزل لنا فراخ مشوية. هو ده اكلنا، انا بنزل اكلنا يا جماعة، فمعلش بقى استحملوني. كل واحد بيعمل اللي بياكله، فانا مش عايزه افوت لكم ايه. بتبقى فراخ مشويه بس بتبقى التتبيله متغيره، الطريقه متغيره. انا بعمل لكم كل حاجه احنا بناكلها. عندنا كده بطاطستين قطعتهم كده شرايح زي ما انتم شايفين كده، مش تخان قوي مش رفيعين قوي، دول بطاطستين كبار. عندنا طماطمتين 3 طماطمات اهو، وقرن فلفل رومي وحته صغيره حراق اهي. اللي عايز مش يشيلها من الوصفه يشيلها مفيش مشكله. ليمونتين بقشرهم، شلت منهم البذر بقشرهم، هتضربيهم بقشرهم. بصلايه كبيره، دي التتبيله بتاعت الفرخه. عندي فرخه مقطعها 4/4، مش عايزه امسكها بايدي الا لما ابدا. دي مقطعها 4/4 فرخه، وزنها 1.5 كيلو. ماشي. هنا البهارات بقى والتتبيله بتاعتنا: معلقه ملح، ربع معلقه جنزبيل بودر، معلقه روزماري ناشف مجفف. عندك زعتر حطي زعتر، معلقه فلفل اسود، معلقه بابريكا، معلقه سماق. ماشي حبايبي. وهنحط زيت زيتون، وهنحط معلقه عسل ابيض. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنضرب البصل مع الطماطم مع الفلفل وارجع لكم. بصوا حبايبي، هنا ضربت كله مع بعض، الفلفل مع الطماطم مع البصل مع الليمون مع البصل زي ما انتم شايفين كده. هنحط عليها البهارات. ماشي. وهنحط معلقه عسل ابيض بس كده. ماشي. وهنحط حبه زيت زيتون. عايزين تحطوا زيت عادي حطوا مفيش مشكله اهو. ونقلب كله مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو الريحه خيال، مش قادره اوصف لكم الريحه عامله ازاي. الليمون مدي طعم وريحه كمان. بصوا القشر بتاع الليمون ما بشيلوش اهو. وهحط بقى شويه على البطاطس تتبل. البطاطس دي بيدي طعمها تحفه تحفه، والروزماري بيخلي طعمها خيال. ونمسك بقى الفرخه كده وندعكها اهو اهو. شوفوا بقى، انا بقول لكم كل فرخه او كل طريقه فراخ مشويه ليها تتبيله معينه وليها طريقه معينه اهو. بصوا اهو. هنسيبها بقى كده ساعه، ساعه ونص، ساعتين، وبعدين نغطيها وندخلها الفرن. بعد ساعتين هرجع لكم اهو يا حبايبي. بصوا تحفه تحفه اهي. بألف هنا وشفا حبايبي. بصوا حبايبي، احنا كده تبلناها وما شاء الله زي الفل اهي، والريحه خيال. ولا احط ميه ولا حاجه، هي تستوي منها فيها. لو شربت ميتها ولسه ما استوتش ممكن احط ربع كوبايه ميه، بس ميه سخنه. دلوقتي انا مولعه الفرن من اول ايه، يعني قبل ما اقول لكم ان اتبلت ب10 دقايق، قبلها ب10 دقايق. انا دلوقتي متبلاها بقى لها ساعتين، انتوا ممكن تتبليها من بالليل. هنغطيها واحطها على الشبكه لمده ساعه، وارجع لكم بعد ساعه تشوفوا الدنيا فيها ايه. ماشي حبايبي. وهي متغطيه كده بس يعني نص ساعه، وافتحي عليها شوفيها محتاجه ميه، حط لها نص كوبايه ميه. كده عدت نص ساعه واحنا مغطيينها وحاطينها على الرف اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بصوا ما حطيتش ميه ولا حاجه، هي منزله ميتها اهي، فمش هحط ميه. كده هحطها من غير الفل تكمل سواها وتاخد بقى وش محمر كده منها فيها. بس هحطها برضو على الشبكه، بس نزلت الشبكه لتحت شويه قريبه من النار. هنحطها كده اهو وهنسيبها لمده ساعه. ماشي حبايبي. خلصت وصفتنا النهارده بسم الله ما شاء الله. بالظبط ساعه كانت خلصت زي ما انتم شايفين كده. ولعت عليها الشوايه 5 دقايق بالظبط. شوف لونها تحفه وريحتها تحفه. البطاطس مستويه، بصوا مستويه ودايبه اهي، وشاربه من الصوص بتاعها. فراخ مستويه اهي. بصوا اهي اهي، مش عايزه اهريها بس اهي. بصوا اهي. بصوا تحفه 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 تحفه. بألف هنا وشفا. شايفين الجمال؟
جميله جميله جميله، مش قادره اوصف لكم الجمال عامل ازاي. احنا غيرنا الشوكه لان دقنا بشوكه ما ينفعش نحطها في نفس الصينيه تاني اهي. اعملي جنبها شويه رز، اعملي جنبها شويه مكرونه مسلوقه او مكرونه حمراء، وجبه متكامله. شويه بطاطس تحفه اهي. بصوا اهو، بألف هنا وشفا يا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده، ما خدتش معانا وقت ولا مجهود، حلوه وجميله ووجبه سهله. لو انتوا عايزين تاكلوها بالعيش كلوها بالعيش. هي بصوا بتتكلم عن نفسها، مش عايزه كلام اهي، وما خدتش اي وقت معانا. وهنغطيها بقى بالفويل، وساعه الغدا نطلعها نعمل جنبها كوبايه رز ابيض، كوبايه رز بشعريه، ناكلها كده بالعيش. جنبها شويه سلطه، جنبها شويه بتنجان مخلل. انا عايزه اعمل لكم مره البتنجان المخلل، بعمله خيال والله، بعمله تحفه. انا بس عشان بطلت المخللات عشان الضغط، ربنا يشفينا ويشفيكم، فما بعملش مخللات والله. وعايزه برضو اجيب كيلو زيتون اخليه لكم ان شاء الله باذن الله. احلى تخليل زيتون هعمله لكم ان شاء الله. شايفين الفرخه لونها ولا الحاجي؟ الريحه خيال يا جماعه، الريحه خيال. بصوا بصوا، وتحفه وبيضه وجميله وبالف هنا وشفا حبايبي. اقول ايه ولا ايه؟ تسلم ايدك يا ام يوسف، انا بقول بدلكم. الله ينور عليك يا ام يوسف. مش عايزه اقفل معاكم، قولوا لي ايه رايكم في الوصفات والاختراعات. وبالف هنا وشفا، وجبه متكامله. لو مش قادره تنزلي السوق، مش قادره تطبخي، قومي اعمليها واعملي جنبها شويه سلطه، رغيفين عيش بلدي، وبالف هنا وشفا. شويه رز بشعريه، شويه رز ابيض. ربنا يوفقنا جميعا يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.